السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد إن شاء الله، الذي سنتعرف فيه على كيفية قفل دردشة على حساب الواتساب. فتابعونا متابعين كرام بعد هذا الفاصل، ولا تنسوني مشاهدين كرام بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو، فهذا يحفزني كثيرا لتقديم الأفضل دائما إن شاء الله. مرحبا بكم أصدقائي من جديد. الآن سنقوم بالدخول إلى تطبيق الواتساب. كما تشاهدون عزيزي المتابع، سنقوم بالتوجه إلى 3 نقاط الموجودة في الأعلى، ثم نقوم بالذهاب إلى قفل الدردشة، ثم سأقوم بالضغط على متابعة، ثم استخدام كلمة المرور للهاتف. كما تشاهدون سأقوم بإدخال كلمة المرور الخاص بي. كما تشاهدون عزيزي المتابع، لقد تم قفل الدردشة كما تشاهدون. وإذا تريد إخفاء هذه الدردشة تقوم بالذهاب إلى 3 نقاط ثم إعادة قفل الدردشة كما تشاهدون، وهنا ستقوم بتفعيل هذا الخيار، ثم تقوم برقم سري. كما تشاهدون أنا سأقوم بتجربة هذا الرقم 1234 كما تشاهدون، ثم سأقوم بتأكيده. كما تشاهدون لقد تم إخفاء هذه الدردشة من صفحة الحساب. وإذا تريد الاطلاع على هذا الشخص كما تشاهدون تقوم بإدخال الرقم السري الذي قمنا بإدخاله من قبل كما تشاهدون مشاهدينا الكرام. وهنا عزيزي المتابع، إذا تريد إظهار هذا الشخص تقوم بالتوجه إلى الإعدادات، ثم تقوم بالذهاب إلى الخصوصيات كما تشاهدون، ثم تقوم بقفل الدردشة كما تشاهدون، ثم تقوم بإلغاء قفل لهذا الحساب لهذا الشخص كما تشاهدون. وإذا وصلت معي عزيزي المتابع إلى هنا، لا تبخل علي بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو ومشاركة الفيديو مع أصدقائك، ونضرب لكم موعد في فيديو آخر إن شاء الله. ولا تنسوا الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.